بيقولوا ان الصوت بتاع الكاميرا دي او المايك بتاع الكاميرا دي كويس. انا بتست النهارده من غير ولا مايك الكاميرا بس. وهنكمل التمرينه. ورا النهارده بوش. طبعا انا مش عارف صوتي كويس ولا لا، ان انا بسجل بالمايك بتاع الكاميرا، ففي المونتاج هنشوف، هنفاجئ بالموضوع ده. هو ده اللي عمال يرخم عليا، توليت تيجي عدى عليه. طبعا الكلاس بتاعي جناوي الساعة 9. بعمل ايه؟ بعمل هيد. طبعا الزاوية زي الزفت لأن أنا نسيت الترايبود. في حاجة أرخم أكتر وهي إن الكاميرا هتفصل. كابتن مازن عايز يقول لكم حاجة. كل الكلام ده صح وهو إن شاء الله. لسه مخلص فملحقتش طبعا صور التمارين لان الكاميرا فيها يعتبر خلينا نقول 10% مثلا، فما رضيتش ان انا اضحي بيهم عشان اقدر اكمل بيهم اليوم، ويا رب ما تفصل في نص الطريق. لا ده هيلسي ده هيلسي والله. طيب انا عامل مكرونه وايت صوص بالفراخ والمشروم. كل الوجبات كده بقى، يعني في وجبتين كمان ايه نفس الحاجه. كنت عايز اتكلم في حاجه مهمه وهي زي ما قلت اوعى تمنع كارب. لما بتمنع كارب جسمك بيبدا يديك اشارات ان انت في خطر، انت في حاجه غريبه. لما بتقلل كارب بتحس ان انت مش قادر، مجهودك ضعيف جدا، فدي حاجه في حد ذاتها اصلا لو انت بتشتغل مجهود ذهني كبير وجسدي مش تبقى طايق اللي حواليك. خلاصه الامر حاول بقدر الامكان تقلل مش تمنع، ده المهم جدا. جيم يا جماعه، جيمي النهارده عنده تمرين ايه؟ عنده تمرين ايه يا بطل؟ مالكش دعوه وابعد عني. ده اللي بقول لك. طبعا هو عنده شيست، بس هو بيتكسف شويه من الكاميرا وعنده حته خجل من الكاميرا. مش سامع حاجه. صدرك شويه، ارفع صدرك شويه. ايوه كابتن مازن، كوتش مازن معانا يقول لنا فورمال مظبوط للتمرين. معانا كابتن جيمي النهارده بطبيعه جسمه ان هو يستجيب للتمرين بسرعه جدا. يعني ممكن لو نعمل ترانزيشن دلوقتي ونجيب بيج رامي مكانه مثلا. رايك يا كابتن جيمي عن الموضوع ده؟ اكبر كوبايه قهوه شربتها في حياتي، يعني شوف هي بدات من هنا. ورجعنا لكم بالقفله المعتاده بتاعتنا، وهي ان انا انقل من الجيم على البيت على طول. لسه ما لقيتش قفله للفيديو تكون كويسه. طبعا الكاميرا فصلت وشحنتها تاني عشان اقدر اصور النتيجه النهائيه من الفلوج. طبعا مفيش اي حاجه مفيده في الفلوج النهارده لان ولا لحقت اصور تمرين ولا لحقت اصور اي حاجه، ولكن زي ما قلنا انا مستمر في التصوير ومستمر في تقديم الحاجه اللي انا بحبها. وبس كده، اشوفكم في فلوج تاني. سلام.